4.5 من 5 عشان الكمال لله وحده. المنتجات دي كنت فاكراها تافهة، بعدين اكتشفت انها بتسهل عليا حياتي. اول حاجة هي سهلة جدا في ان انت تعلقيها في اي حتة، ثانيا بتعمل مساج حلو جدا لفروة الراس، ولو استخدمتيها مع الشامبو هتنضف الفروة حلو جدا. اوقات ينفع تستخدموها للبشرة بس يفضل مش يومي، او للجسم، وبالنسبة لي انا بستخدمها لجسمي، تغنيني عن خطوة السكراب، فبتوفر عليكي مجهود وفلوس، وسريعة ما بتاخدش وقت وانت في الشاور، وممتازة للناس اللي بيبقى عندها شعر تحت الجلد او بيطلع لها جلد وز باستمرار. نأسف لبشاعة المنظر وبيكون في أبشع من كده، بس اديكوا شايفين هي بتحميني من ايه. اولا يا جماعة خطيرة في الشتاء، او لو انت شخص باستمرار بيعمل شعره حرارة، ان انا لما بلبسها بتعزل ان المية تيجي على شعري وتبله، وكمان بتعزل ان الميك اب يروح على شعري عشان اوقات المنطقة دي كلها بتتحول للون ابيض. ده غير انها بتاخد الزياده من الميك اب وبتخليه ما يتراكمش هنا، لان اوقات كتير مش بناخد بالنا واحنا بنمسح الميك اب انه جزء منه بيروح على شعرنا، والمنطقه دي تحديدا بيطلع فيها حبوب. ازاي ما حدش بيتكلم على البتاع ده؟ اسمه سوسيس. بص يا بنتي، شعرك كيرلي هتحتاجيه، شعرك ستريت برضه هتحتاجيه. لما بحب ان شعري يكون متحدد اكتر وشكل الكيرلي كده الملفوف باين فيه فبستخدمهم. لما ببقى فارده شعري بالمكوى او بالاستشوار وحابه اعمل له ويف خفيف برضه بستخدمهم وبيطلع شكله رائع. ممكن ابقى اسيب لكم شكله في صوره هنا. بني الشعر، البسي بنية يا بنتي وحافظي على شعرك. الناس اللي كل يوم تعرض شعرها للحرارة عشان تبل شوية، خلي بالكوا ان اوقات كتير البخار نفسه بتاع المية بيبوظ لكم كثرة الشعر او الموجة بتاعته، او بيخليه هيش.